السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. فيديو جديد ووصفة جديدة على قناة الشيف دلال. وصفتنا اليوم عبارة عن صلصة طماطم بجوج ديال الأنواع، صلصة كتماشى مع جميع المأكولات وصلصة خاصة بالليبات وكذلك البيتزا. تابعوا معايا الفيديو حتى الاخير باش هكا تعرفوا على المقادير وكذلك طريقه التحضير. هنا عندي واحد الكميه اللي هي كثيره ديال الطماطم، لان الطماطم في هذه الايام رخيصه جدا. يمكن لكم تستعملوا هذه الكميه او اقل، لكم الاختيار. كنقسموا هذه الكميه على جوج وكناخذوا القسم الاول كنقطعوه على 4 او كما بغيتوا، لان في الاخير كيطحن الكل. من بعد ما قطعنا الطماطم ديالنا بهذا الشكل هذا وكنكملوا الكميه اللي عندنا، كنوضعوها في واحد الاناء اللي تيكون فوق العافيه هكا، وكنضيفوا لها فقط الملح، لان الملح كيساعدها انها تطلق داك الماء اللي فيها، وفيه كطيب لاننا ما كنضيفوش ليها الماء نهائيا. كنسدوا عليها وكتبقى كطيب في الماء ديالها. غادي ندوزو للكميه الثانيه. هنا الكميه على حسب المتوفر والموجود عندكم، يمكن لكم تستعملوا هذه الكميه او اقل. كنرافقها بهذه الاعشاب المنسمه وكذلك الخضر. هنا ضفت لها القزبر والمعدنوس والكرفس، البصله، كذلك الجزر والفلفل الاحمر كتعطيها اللون، شويه ديال الثومه واعشاب منسمه بحال الزعتر والزعتره. هنا كناخذ كامله اللي كنديرها فوق العافيه كما غادي تلاحظوا معايا. كنتمنى هذا الفيديو تتابعوه حتى الاخير باش هكا تعرفوا على المقادير وكذلك طريقه التحضير. هنا درت الزيت الكافي. هنايا مزجت بين البصله الحمراء وكذلك البصله الخضريه. كنضيف الفلفله الحمراء والجزر والثوم كذلك. كنشحر هذه المكونات جيدا. كنضيف لهم الربيع والقزبر والمعدنوس. كما قلت لكم يمكن لكم تستعملوا هذا الخضر على حسب الكميه ديال الطماطم اللي كتوفروا عليها، الا ان الصلصه ضروري انها تكون عندكم، وراه كنحتفظوا بها في المجمد، كتبقى معنا واحد المده اللي هي طويله بزاف. هنا ضفت الملح. غادي نسد على هاد المكونات باش هكا يتشحروا لينا. ناخذ الطماطم ديالي كنقسمها الى قطع على 4 على 2، راه لان في الاخير كلشي غادي يطحن. هاد الصلصه هذه راه كنرافقها بجميع انواع المعجنات لي بات وكذلك صلصه البيتزا والحوت كتماشى مع حتى هي، خلاف على ديك الصلصه الاولى. هذيك ضفنا ليها فقط الملح لاننا يمكن لنا نستعملوها هكا في السكسو في الحريره، كتبقى هذيك محايده، نضيفوا لها العطور اللي بغينا وكذلك العطريه نضيفوا لها اللي بغينا. هذه اللي كتكون فيها الزعتر والثومه والبصله كنخليوها فقط المعجنات والبيتزا. من بعد ما تشحروا لي هذوك الخضار بهذا الشكل هذا، غادي نضيف لهم هاد الاعشاب المنسمه، الزعتر ورق سيدنا موسى، وغادي نشحرهم بحال هكا، ونضيف الطماطم ديالي اللي قطعت. وكذلك هي ما كنضيفوش ليها الماء نهائيا لانها كتطلق الماء ديالها هو فاش كطيب. فقط كنبقى نحرك مره ودائما النار تكون مهيله باش هكا الطماطم ديالنا كطيب على خاطرها وعلى المهل ديالها. هنا الصلصه ديالنا الاولى من بعد ما طبتها نتوما كما كتشوفوا انها كتطلق الماء ديالها الكافي فاش كطيب، راه ما كتنشفش، ما كيخصهاش الماء نهائيا. والصلصه الثانيه اللي ضفنا ليها البصله وكذلك الاعشاب راه هي كطيب بالجانب ديالها. هاد الصلصه الاولى راه ما كنخليوهاش كتشرب الماء، كنخليو فيها الماء لاننا كنبغيوها تكون متلوقه، ما نخليوهاش تشرب جيدا، نخليو فيها شويه الماء فقط الطماطم تكون طابت. غادي نطفي عليها كما تلاحظوا ان الطماطم طابت وبقى فيها الماء. غادي نطفي عليها وغادي ندوز نطحنها معكم باش تشوفوا القوام ديالها كي داير. من بعد ما كنطحنها هنا غادي نجيب هاد الصفايه، واحد الاناء كنصفي هاد الطماطم هادي باش نحيد هذاك القشور اللي كيبقى، وكذلك الزريعه ديال الطماطم ما تتنزلش لينا في لاصوص بهذا الشكل. غادي نكمل وغادي نستمر حتى نكمل هذه الكميه اللي عندي. لاحظوا ان داكشي اللي كيبقى كنرميوه ما كينزلش لينا مع لاصوص.
هاد الصلصه راه كما قلت لكم راه كتبقى محايده وقت ما بغينا لاصوص كيفاش ما بغينا. يمكننا كذلك نستعملوها للبيتزا حتى هي، كنضيفوا لها شويه الزعتر الثومه او بودره الثوم وبودره البصل وكتولي ديال البيتزا. هذه كتكون محايده. نستعملوها للكسكسو، الحريره، الكفته ومطيشه، الكفته والبيض طويجنات الحوت الإمالة، جميع الوصفات لاننا استعملنا فيها فقط الملح. وراه كتبقى في المجمد واحد المده اللي هي طويله بزاف. هنا لاصوص الثانيه ديالنا من بعد ما طابت كما كتلاحظوا كذلك هي كتطلق الماء حتى هي وكتبقى كطيف في الماء ديالها. كنخليها حتى تتبان ليا ديك الطماطم انها طابت ما بقاتش واقفه هكا صحيحه. وكنخليو كذلك فيها شويه ديال الماء باش هكا كطحن باش ما نزيدوش الماء نهائيا. وغادي ندوز نطحنها. كما تلاحظوا هو اللون ديالها تيكون مغير على الاولى. هنا كنطحنها. وهنا هاد الصلصه انا ما كنصفيهاش لانك الا صفيتيها ما كتخرجش من هذيك الصفايه حيت فيها الربيع والبصله وكذلك الجزر. انا كنخليها هكاك لانها كتخرج عاقده. راه اللون ديالها ماشي هو دايم مع الاضاءه والليل تيتبدل ليها اللون. وما حتى هي كتجلس تتبرد وهي كترجع اللون ديالها الاصلي اللي هي احمر. ممكن كاع الا بغينا نزيدوا لها واحد الملعقه ديال مركز الطماطم هكا وقت ما بغينا نستعملوها الكميه اللي بغينا ناخذوا منها ونزيدوا فيها مركز الطماطم. هنا من بعد ما طحنت الكميه ديالي تجي القوام ديالها بهذا الشكل ماشي بحال الصلصه الاولى تتكون متلوقه كما كتلاحظوا وكتجي منسمه بهذوك الاعشاب وكذلك البصله والثومه. تجي رائعه في المذاق وكتسهل علينا الخدمه. هكا الا بغينا نحضروا بيتزا او لي بات فقط كناخذوا هاد لاصوص راه ما كنزيدوا عليها والو، كنزيدوا غير العطريه هكا شويه ديال الملحه شويه ديال الابزار نصححوا الذوق وراه الصلصه ديالنا كتكون واجده. الصلصه الاولى من بعد ما بردت لينا كناخذوها هكا نديروها في اكياس. انا هنا كنستعمل هاد الاكياس العاديين. ناخذ واحد زلافه او كاس هكا ونبقى نعمر الكميه اللي بغيت. كيف يمكن لكم ديروهم في بواطات. انا ما كنبغيش ندير البواطه هكا ناخذ ساشيه وندير فيها الكميه اللي بغيت وكنجبدها كنخليها تطلق على خاطرها وكنستعملها. كيف يمكن لكم ديروا هذوك ليمون ديال السيليكون وتعمروا فيهم القدر الكافي اللي بغيتو. هنا انا كنستعمل هاد الساشيات بحال هذا الشكل وكنوضعهم في المجمد كيقربوا يجمدوا وكنجبدهم وكنستفهم ثاني في بواطه او شبكه وكنردهم للمجمد راه ما كيتلاصقوش مع بعضياتهم نهائيا. غادي نستمر حتى نكمل بهذه الطريقه. يمكن لكم ديروا هذه الطريقه اللي درت انا هكا كطوي. كيف يمكن لك انك تعمري الساشيه ديالك بالكميه اللي بغيتي وتجمعي الساشيه عادي وتعقديها. المهم هو انك تخرجوا منها الهواء ما يبقاش في هذاك الهواء لانه كيبقى لينا في الميكا او في الصلصه ما خصوش يبقى. بهذه الطريقه هذه ديما نحاولوا انكم تخرجوا منها الهواء. اخواني اخواتي اللي عجبكم الفيديو وعجبتكم الوصفه ما تنساوش دعموني بلايك للفيديو كذلك تعليق محفز باش هكا نستمر في العطاء. وكنتمنى اللي اول مره كيشاهد القناه ديالي بارطاجي الفيديو مع الاهل والاحباب والاصدقاء ويشترك في القناه باش هكا يوصلوا كل ما هو جديد. كما لاحظتوا انني كنعقدها كذلك هاد العقده هكا باش هكا كتسهل عليك. كتحتى هي من الاحسن انك تحطيها هكا مفرقه في بلاطو وديرها في المجمد حتى تقرب تجمد وكتخرجيها بحال هذا الشكل هذا. من بعد ما جمدوا ليا هي شويه بحال هكا واحد الساعتين او 3 السوايع كنجبدها وكنستفها في واحد البواطه واحد الاناء اللي تندخلو المجمد. كناخذ البورسيون اللي بغيت ونخرجو كيطلق على خاطرو كنستعملو. هاد الصلصه راه كتنفعنا بزاف في المطبخ وكتسهل علينا الخدمه. وكذلك الطماطم كما عرفنا هذا الشهر الكريم راه كترتفع لواحد الدرجه عاليه وكذلك راه ما كتبقاش رخيصه. لما لا نستغلوا الفرصه ما حدها دابا رخيصه ونديروا منها واحد الكميه اللي كبيره ونوضعوها في المجمد. راه كتجي زعما واحد الوصفه اللي هي عمليه. من بعد ما وجدت الصلصه ديالي هكا راه كيكونوا باينين في اللون ديال البيتزا بوحدها وديال اللي تتكون ما فيها حتى شي حاجه كنعزلها بوحدها هكا وكنعرفوا. يمكن لينا نكتبوا على الساشيات
هذه بالقوام ولا هذه خاصه بالبيتزا، لكم الاختيار. ولا بغيتوا بحال هاد الوصفات كتبوا لي في التعاليق، لان كاينين وصفات بزاف للشهر الكريم، وانا راهن الاشاره ديالكم باش نوجدوا وصفات اخرى. الى اللقاء، نتلاقاو في وصفه جديده ان شاء الله.